على طريق ربنا سبحانه وتعالى، والاذان بيدن. وانا كنت بقول ان النخلات اللي باينه في الخلفيه هي عماتنا كما قال رسولنا عليه الصلاه والسلام. ورا النخلات الرياضي الرئيس حسني مبارك اللي عمل لنا الاسكواش وادخل الاسكواش في مصر وحبب الشباب فيها. اسرائيل بتقول ان المنصوري مجنون. المنصوري مش مجنون، المنصوري بيدافع عن عرضه وبلده وارضه، وهتجنن عليهم تاني وثالث، واذا جم ثالث هنقطع لهم وايدهم الثانيه ورقبتهم كمان. ولازم اسرائيل ما تنساش ان احنا ضربناها على قفاها 11 قلم على سهوه زي بتاعه الصعايده، واحنا ما كناش سهلين، وكان لحمنا مر، وكان لازم يعرفوا كده كويس قوي. انور السادات راح لهم في الكنيسه في عقر دارهم وضحك عليهم واداهم ورقه وخدنا ارضنا، قال لهم القدس لاجئين يرجعوا، لو حرب احنا هنحارب، سلام احنا بتوع السلام. ولو ما كناش عملنا كده كان زمان ارضنا لغايه النهارده مش موجوده. الحمد لله الحمد لله 37 سنه عدت واخدين حاجتنا. موسى ديان اكتئب، وبيجن اكتئب، وبلدناير ماتت عشان السادات ضحك عليهم. لان انا طيار مقاتل، وساعة الطيار المقاتل بتضرب في 2.5 نظرا للمجهود والتعب والارهاق والحياة الغير عادية اللي انت بتعيشها في الطيارة المقاتلة اللي بتبقى سرعتها ضعف سرعة الصوت اللي انا شرفت ان انا اكون فيها. سوبر اسمها دبل سوبر سونيك، يعني ضعف سرعة الصوت، يعني 300 متر في الثانية. كوريا والصين وتركيا احنا احسن منهم واحسن من ماليزيا، وعندنا شباب احسن منهم، وعندنا قاعدة اكبر منهم. يكفي ان انا اقول لك ان احنا كنا 40 مليون لما استلمنا الرئيس حسني مبارك وكنا في رقبته. النهارده احنا 80 مليون بمشاكلنا، بالصرف الصحي، بالتليفونات. يكفي ان احنا نقول اللي اتعمل في ال 40 سنه اللي فاتوا دول ما اتعملش في 200 سنه قبل كده. بس للاسف احنا ما بنلاحظش وما بنشوفش نظرا للكتره. مولود كل 26 ثانيه، حاله طلاق كل 8 دقائق، هتعمل فيها ايه الحكومه؟ لازم كلنا نعمل، ولازم كلنا نحب مصر. لا احنا لازم نشتغل عشان نغير من حاله. أيها الإخوة والأخوات، نمضي في طريقنا موقنين أن مصر الأرض والوطن والشعب والدستور والمؤسسات هي الباقية. نلتف جميعا حول رايتها، نواصل العمل والعطاء من أجلها، واثقين أن الله معنا يرعى مسيرتنا ويسدد خطانا. ده كلام صحيح فعلا. وانا عايز اقول الفرق البسيط بيننا وبين الشباب 60 مليون اللي موجودين دول فرق بسيط جدا. احنا ما كانش عندنا الا 4 حاجات: ولاء وانتماء وهدف وامل، عشنا عليهم. لا كنا بنفكر في بيوتنا ولا في مستقبلنا ولا في شقه في الاسكان الفاخر ولا حتى المتوسط ولا حتى اسكان مبارك. يعني دلوقتي انت عملت، واحد هيجي يقول لي ده بيقول لي امل وولاء. احنا بعيد قوي يا فندم، بعيد. اين قيم الانتماء وغرس قيم المواطنه لدى المواطن؟ انتوا فين؟ لابد من القدوه، ولابد من محاربه الفساد اللي استشرى ونزل لغايه الاعماق. ودي مش هتتم الا بينا كلنا، الحكومه مش هتعمل حاجه لوحدها. في اشياء كتير جدا احنا بنعملها. انا كنت ماشي النهارده الصبحيه وجايه معديه من جنبي عربيه مرسيدس شبح فاخره. الراجل اللي فيها فتح الشباك ورمى الزباله على الناصيه. لما قربت منه كده بساله يعني حضرتك راجل محترم وراجل على مستوى، بتعمل كده ليه؟ قال لي انت مال اهلك. خلصت. لازم كلنا يبقى عندنا الروح، ولازم كلنا نتعاون، ولازم كلنا نعرف ان احنا مقصرين، ونبدا كلنا بانفسنا. الحكومه مش هتعمل كل حاجه، ولازم نعترف ان في اشياء كتير جدا تمت لكن احنا مش شايفينها نظرا للكتره والوفره النادره في السكان. 80 مليون كتير قوي. سيادة اللواء، عفوا للمقاطعه، انت احد تلامذه الرئيس مبارك، كنت من اقرب التلامذه المقربين اليه. ويشرفني هذا. فاكر لما الرئيس مبارك قال لك وقال لزمايلك انا مش عايز اسمع كلمه استشهاد، انا عايزك تروح تجيب لي قلب وعين المقاتل الاسرائيلي
اللي عايز يخش يدنس ارضك؟ الرئيس حسني مبارك طول عمره معلم، يعني سواء معلم في القيادة أو في الإدارة أو في الطيران. الطيار المعلم أو المدرس الطيار بيبقى على أعلى وأرقى فنون القتال. يكفي إن أنا أقول لك إن الرئيس حسني مبارك استلمنا 100 طيار بأربع 5 دفعات ورا بعضهم في وقت قليل جدا، وصلنا إلى 400 طيار. لما جه جمال عبد الناصر وهو اللي جابه أصلا، قال له أنت تتولى عملية تفريخ، وإنك أنت تجيب لنا طيارين مقاتلين في القوات الجوية، وخلاه يتولى مسؤولية ومهام مدير كلية الطيران. في وقت من الأوقات قال له كفاية عليك كده، تعالى بقى تولى رئاسة أركان القوات الجوية، عشان احنا بنعدك انت اللي هتقود الحرب، وانت اللي هتقود الحرب الجوية اللي هي الافتتاحية بتاعت حرب أكتوبر. فجاء اللي حاربني الرئيس حسني مبارك قال لك سيبوني شوية بس أكمل لكم شوية طيارين. قال له لا، جمال عبد الناصر تمسك ان هذا الانسان العظيم يكون موجود في القياده، ويتولى القياده ويتولى التخطيط ويتولى التدريب ويتولى قياده العمليه بالكامل. وفعلا انتقل الى رئاسه الاركان، وبعدها تولى قياده القوات الجويه. وعلشان هو انسان عظيم، والنجاح ما هوش وليد الصدفه، الراجل ده ما كانش بيشوف اهله ولا بيشوف عيلته ولا عايش معاهم، كان كل حبه وكل شغله مصر. 48 ساعه من ال 24 ساعه في حب مصر، ولغايه النهارده. وده اللي حصل فعلا لما جالنا في القواعد والمطارات وفهمنا، قال لنا انا خلاص، انا اعدتكم وعملت كل ما استطيع، وقدمت لكم اقصى ما في العصر من تكنولوجيا ومن تدريب ومن عمليات. الدور عليكم بس، وان كنتوا تأدوا المهمه، ومش مهم اللي ما بعد المهمه، سواء استشهاد ولازم يكون موجود النصر. فانا عايزك تروح تحط في عينك وفي قلبك وفي دماغك انك انت لازم تجيب عين الاسرائيلي ده، ولازم تقطعوا اسرائيل ديت اللي هي محتلانا. كان بيتقال ساعتها ايه؟ إن سمائي محرقه ومياهي مغرقه، وهذه ارضي انا، وابي ضحى هنا، وابي قال لنا مزقوا اعداءنا. فقط